هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام متابعي إذاعة أرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 11 من ديسمبر. كما عودناكم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج تعليق على الحدث الأسبوعي نقدم لكم حلقة من جزئين. نتناول في الجزء الأول منها تقريرا خبريا للبي بي سي حول بدء الحرب في إقليم تيغراي، وفي الجزء الثاني نقدم لكم تأثيرات هذه الحرب على دول القرن الأفريقي، وذلك في تقرير للكاتب والمحلل الإريتري عبد القادر محمد علي. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. السلطات الإثيوبية تمنع إريتريين من تأشيرة المغادرة بعد انتهاء إجراءات توطينهم. تقارير تشير إلى عجز القوات الإثيوبية عن التحرك بسلام في إقليم تيغراي. فوز الرئيس الغاني بدورة رئاسية ثانية. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. تفيد مصادر مطلعة لإذاعة أرينا بأن سلطات الهجرة في إثيوبيا منعت العشرات من الإريتريين الذين أنهوا إجراءات سفرهم للتوطين في كندا ودول أخرى من تأشيرة الخروج. وأغلب هؤلاء هم من الذين أنهوا إجراءات توطينهم في كندا ودول أخرى عبر منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى آخرين أكملوا إجراءات سفرهم بدعم من أسرهم في الخارج. ولم تشر المصادر إلى أسباب منع التأشيرة عن هؤلاء الإريتريين، ولكن نفس المصادر ترجح أن يكون ذلك بإجراءات أمنية تتعلق بعلاقات هؤلاء المسافرين بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. الجدير بالذكر بأن العديد من وكالات الأنباء تشير إلى تمييز ضد الناطقين باللغة التيغرينية في إثيوبيا، ويشمل ذلك الإريتريين حتى التأكد من هوياتهم. وتضم 4 معسكرات للاجئين في إقليم تيغراي الذي شهد الحرب الأخيرة حوالي 100,000 لاجئ إريتري يعيشون في ظروف إنسانية سيئة بعد اندلاع الحرب، حيث أشارت منظمات الأمم المتحدة إلى حاجتهم الماسة للغذاء والدواء. تؤكد تقارير من داخل إقليم تيغراي بأن قوات الجيش الإثيوبي تواجه صعوبات كبيرة في التحرك داخل الإقليم، خاصة من الغرب إلى الشرق. وأكدت المصادر بأن وحدات الجيش الإثيوبي تتخوف من هجمات مباغتة في حال مغادرة الشيري والشرارو في اتجاه مقلة والمناطق الأخرى في الشرق والشمال. وقالت المصادر بأن سبب هذه المخاوف هو الانسحاب الكامل للجيش والميليشيات التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من المدن الكبرى مثل الشيري والعاصمة مقلة دون أي مواجهة، مما جدد المخاوف من أن تقوم هذه القوات بنصب فخاخ للوحدات التابعة للجيش الإثيوبي وتكبيده خسائر فادحة. أظهرت نتائج اللجنة الانتخابية مساء يوم الأربعاء فوز الرئيس الغاني نانا أوكوفو أودو بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على 51.59% من الأصوات، متفوقا على سلفه وخصمه القديم جون مهاما. تأتي النتائج في أعقاب اقتراع مثير للجدل نسب فيه كل مرشح التقدم لنفسه بناء على إحصائيات معسكريهما. وأعلنت الشرطة أن 5 أشخاص قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات منذ يوم الاثنين الماضي في تشويه لصورة ما وصفه المراقبون بأنه تصويت منظم بشكل جيد. ووعد أوكوفو بتنفيذ برنامج قيمته 17 مليار دولار لتعزيز الاقتصاد بعد أن ضربت جائحة كورونا أسعار الصادرات الأساسية المتمثلة في النفط والكاكاو، فيما أدى لحدوث أول انكماش على أساس ربع سنوي منذ ما يقارب من 40 عاما. وسيواجه الرئيس المنتخب ضغوطا كبيرة لكبح الإنفاق الحكومي الذي دفع نسبة الدين بالمقارنة بالناتج المحلي إلى ما يزيد عن 70%، وأثار تحذيرات من صندوق النقد الدولي. كانت هذه مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا.
السلطات الإثيوبية تمنع إريتريين من تأشيرة المقادرة بعد انتهاء إجراءات توطينهم. تقارير تشير إلى عجز القوات الإثيوبية من التحرك بسلام في إقليم تيغراي. وأخيرا فوز الرئيس الغاني بدورة رئاسية الثانية. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة أرينا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. ونخصص حلقة اليوم لتناول تقريرين. الأول للكاتب الصحفي فاروق شوسيا الذي يعمل في الBBC، وتقريره تحت عنوان لماذا أرسل أبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام قواته إلى ساحة القتال. هذا في الجزء الأول. أما في الجزء الثاني فنقدم لكم تقريرا للكاتب الإريتري عبد القادر محمد علي، وهو يدور حول تأثيرات الحرب على دول جوار إثيوبيا. هذه إذاعة أرينا. ونبدأ من الجزء الأول في محاولة لإجابة على سؤال لماذا أرسل أبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام قواته إلى ساحات القتال، ومع فاروق شوسيا. ويقول فاروق شوسيا: قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عندما نال جائزة نوبل للسلام قبل أقل من عام أن الحرب تخلق رجالا عنيفين ومتوحشين وبلا رحمة، وهو نفسه الآن يخوض حربا شرسة في بلاده. خلال 3 أسابيع شقت قواته طريقا عبر تيغراي الواقعة في شمال إثيوبيا للإطاحة بالحزب الحاكم في الإقليم، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بعد اتهام الجبهة بمهاجمة قاعدة عسكرية فيدرالية هناك. وكانت الجبهة التي خاضت حرب عصابات في السابق قد وصلت إلى السلطة لأول مرة عام 1971، وكانت تيغراي آخر معقل سياسي للجبهة بعد أن خسرت السيطرة على الحكومة الفيدرالية في عام 2018 كما هو معلوم. وأصبح أبي أحمد رئيسا للوزراء بدعم شعبي، حيث أدخل إصلاحات واسعة لإنهاء القمع والفساد اللذين شهدتهما إثيوبيا عندما هيمنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على المشهد السياسي لأكثر من 25 عاما. وقال أول ألو، وهو محاضر كبير في القانون في جامعة كييل في إنجلترا، أنه علم من خلال تقارير بثت على الإذاعة الحكومية الإثيوبية أن الشرطة اتهمته باستخدام وسائل الإعلام الدولية لتدمير البلاد، وذلك في إشارة إلى الأعمدة التي يكتبها والمقابلات التي أجراها مع قنوات مثل الجزيرة والBBC. وقال أول لBBC: في هذه المرحلة لا أعلم إن كان هناك أمر بتوقيفي أم لا، ولكن العودة إلى إثيوبيا مجازفة كبيرة. لا يوجد الآن فرق بين نظام أبي أحمد والنظام السابق من ناحية التعامل مع المعارضة كما يقول وأصحاب الرأي المخالف. نحن إزاء إثيوبيا التقليدية، حيث يستخدم القانون فيها كأداة لتشويه سمعة المعارضين وأصحاب الآراء المخالفة بغرض إسكاتهم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. سيطرة تيغراي. كما لم يسلم رئيس منظمة الصحة العالمية في جنيف الدكتور تيدروس أدحانوم غابرييسوس من حملة حكومة أبي أحمد بعد أن خدم سابقا في الحكومة التي تقودها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. اتهمه قائد جيش أبي أحمد بمحاولة شراء أسلحة للحزب. ونفى تيدروس هذا الادعاء قائلا: قلبي حزين جدا على بلاد إثيوبيا، وأدعو جميع الأطراف إلى العمل معا من أجل السلام وضمان سلامة المدنيين والحصول على المساعدات الصحية والإنسانية. وفي دفاع عن الحكومة قال مينشيل مسرت الأكاديمي في جامعة غوندر الإثيوبية أنه يتم استهداف من يشتبه في أن لهم صلات مباشرة أو غير مباشرة بسيطرة جبهة تحرير تيغراي. ويوضح أن الجبهة شنت هجوما استباقيا على القيادة الشمالية للجيش، ولا يمكن لدولة أن تقبل ذلك. أما أول يقول أن القضية ليست من أطلق الطلقة الأولى، ولكن حقيقة أن أبي أحمد رفض دعوات الوساطة، بما في ذلك تلك التي أتت من الاتحاد الأفريقي الذي يقع مقره في أديس أبابا، وأن ما تحتاجه البلاد هو حكومة تتحلى بالمزيد من الصبر والتسامح وتمنح السلام والوساطة فرصة، وبدلا من ذلك كان الطرفان يستعدان لشن الحرب.
ولكن معارضي أبي أحمد لا يعتقدون أن هناك عدالة في إثيوبيا، بل هناك القمع فقط. وقال أول في يوليو كان هناك حوالي 10,000 شخص في السجون، وربما يكون العدد قد ارتفع الآن بسبب الصراع في تيغراي. أما بايتون نوب كبير المستشارين في معهد الولايات المتحدة للسلام فله وجهة نظر أخرى، لقد أوصدت الأبواب أمام العمل السياسي مرة أخرى، ورموز المعارضة يقبعون خلف القضبان، كما يخضع وزير الدفاع السابق ليما ميغريسا للإقامة الجبرية رغم أنه لعب دورا أساسيا في وصول أبي أحمد لرئاسة الوزراء في عام 2018. عمل ليما ميغريسا وهو من يمين الوسط كوزير للدفاع قبل أن يطرده أبي في أغسطس الماضي، ولكن ميشيل يقول أن أبي أحمد أنهى الحكم الاستبدادي، فقد رفع الحظر عن الأحزاب السياسية وقام بتحسين أوضاع السجون وسمح للناس بالعودة من المنفى. وكانت المشكلة أن بعض الساسة بدأوا في إثارة العنف بسبب أجندتهم العرقية. هذه إذاعة إرنا. لازلتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون إلى تقرير خبري تحت عنوان لماذا أرسل أبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام قواته إلى ساحة القتال، بقلم فاروق شوسيا للBBC. ويواصل شوسيا القول أن السبب الأساسي للصراعات التي لا تعد ولا تحصى في البلاد هو الفيدرالية العرقية، كما يقول المحامي السابق التي أقامتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عندما وصلت للسلطة في عام 91. وقال ميشيل أن الفيدرالية العرقية كانت مصدر بؤسنا، لقد جعلت الجماعات العرقية تعتقد أن لديها أقاليمها الخاصة. إذا كنت تنتمي إلى مجموعة عرقية مختلفة فلن يكن بوسعك العيش هناك، لأنك كنت ستتعرض للمطاردة والحرق والقتل. أما معارضي أبي فيرون أن إلغاء الفيدرالية من شأنه إعادة البلاد إلى زمن الحكم الإمبراطوري، وذلك عندما أجبر الأباطرة من منيليك الثاني إلى هيلي سلاسي الأقليات الأخرى على الانصهار في ثقافة الأمهرة، إلا أن العديد من أبناء الأمهرة ينفون ذلك. ويقول فاسير روبيل من معهد دراسات وشؤون القرن الأفريقي ومقره الولايات المتحدة أن رؤية أبي لهيكل السلطة تبدو أكثر فأكثر أشبه بهيكل السلطة التقليدية التي كانت سائدة تاريخيا في إثيوبيا، وهي تتمحور حول الأمهرة والأورومو المنصهرين جدا على شاكلة أبي أحمد. وأضاف أنه يثني على الإمبراطور منيليك الثاني وإعادة بناء قصره، ويقول أنه يريد أن يجعل من إثيوبيا عظيمة مرة أخرى، ولكن إثيوبيا التي يحلم بها هي محط كراهية المجموعات العرقية التي كانت مهمشة في عهده، والإمبراطور الذي يعتبره بطلا عظيما يعتبره آخرين غازيا ومستعبدا لهم. وينهي السيد فاروق تقريره الصحفي بإشارة أول الذي قال يجب أن يكون التحول في إثيوبيا بمشاركة الجميع، ولا يمكن أن يفرضها حزب واحد فقط. أبي أحمد احتكر كل السلطات ويريد أن يكون هو الآمر والناهي، بينما يرى أليكس ديوال الخبير في الشأن الإثيوبي والمقيم في الولايات المتحدة أن اتفاق سلام أبي أفورقي أشبه باتفاق أمني قرضه القضاء على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وقال أن إريتريا لعبت دورا كبيرا في الحرب، وهناك تقارير عن وجود 20 لواء من القوات الإريترية في تيغراي، وانسحبت القوات الإثيوبية أيضا إلى الشمال نحو إريتريا، ولكن الحكومتان نفتا دخول القوات الإريترية إلى تيغراي. وحول موقفه من حصول أبي أحمد على جائزة نوبل يقول أليكس ديوال: لو كنت أعلم وقتها ما أعرفه الآن لما كنت فعلت ذلك، ولكن الجائزة سيف ذو حدين، فجائزة نوبل تمنحك رأس مالا سياسيا، لكنها تصبح عبئا عليك إذا بتت السياسي الحائز على جائزة نوبل للسلام الذي أشعل فتيل الحرب في بلاده. هذه إذاعة إرنا. كان هذا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تقريرا خبريا تحت عنوان لماذا أرسل أبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام قواته إلى ساحة القتال، بقلم فاروق شوسيا وهو عن الBBC. وقدمناه لكم في الجزء الأول من حلقة اليوم من برنامجكم تعليق على الحدث. أما في الجزء الثاني فنقدم لكم التقرير الذي أعده الأستاذ والباحث عبد القادر محمد علي تحت عنوان الحرب في تيغراي، كيف يؤثر الصراع في إثيوبيا على القرن الأفريقي، وهو نقلا عن TRT باللغة العربية.
إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. يقول الأستاذ عبد القادر محمد علي: بقدر ما مثلت أديس أبابا خلال العقود الثلاثة الأخيرة نموذجا للاستقرار والتنمية في إقليم مضطرب ومن أكثر مناطق العالم معاناة، فقد خلقت التطورات الأخيرة موجات من القلق حول ما قد يخبيه غد إثيوبيا لنفس الإقليم. في أنحاء القرن الأفريقي ترددت أصداء انفجار الصراع المسلح في إثيوبيا، وبينما يذهب مراقبون إلى أن إعلان السلطات الإثيوبية السيطرة على العاصمة الإقليمية مقالة وانتهاء عملية إنفاذ القانون، يقلد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وسام النصر في المعركة. يرى آخرون أن التقارير حول استمرار المعارك في بعض المناطق وعدم التمكن من القبض على القيادة العسكرية والسياسية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تترك الباب مفتوحا لسيناريو الحرب الأهلية المحتملة. هذه إذاعة إرينا. لطالما كانت هناك العلاقة بين الرئيس الإريتري إسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مثار انتباه للتسارع المستمر في تطوراتها إلى حلف بين الطرفين عدوه الرئيسي تيغراي في شمال إثيوبيا. ورغم النفي الإثيوبي والإريتري الرسمي، فقد وردت تقارير متعددة آخرها ما نشرته وكالة رويترز للأنباء عن أن الولايات المتحدة واعتمادا على صور الأقمار الصناعية ومراكز التجسس تعتقد بهذه المشاركة، ولذا تعد أثمر أكثر المتأثرين بالنتائج المحتملة لما يحدث في تيغراي، حيث تذهب التقديرات إلى أن انتصار أديس أبابا على عدوها سيمثل نصرا أكبر للرئيس الإريتري إسياس أفورقي، الذي سيوظف استعادة الأراضي الإريترية المحتلة من قبل تيغراي لبناء شرعية جديدة وتسويقها كانتصار تاريخي لنظامه يبرر كل الإجراءات التي مارسها في البلاد بذريعة التهديد المتمثل في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لعقدين من الزمان. كما سيفتح الباب أمام تفاهمات بين أديس أبابا وأسمرة تتم برعاية إقليمية لنوع من الشراكة من البلدين على ضوء اتفاقيات السلام التي كانت أسمرة تعرقل التوقيع عليها حتى التخلص من جبهة تحرير تيغراي أولا. وفي حالة تورط إثيوبيا في مستنقع الحرب الأهلية، فسيكون إقليم تيغراي المحاذي لإريتريا الخاصرة الأمنية الأكثر إقلاقا لأسمرة، وقد يعيد التاريخ نفسه على الجهة الأخرى من الحدود بتحولها إلى منصة لمعارضة عسكرية نشطة للنظام الإريتري. وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قد قصفت العاصمة الإريترية أسمرة ومدنا أخرى على خلفية اتهام النظام الإريتري بالمشاركة في المعارك بجانب الجيش الفيدرالي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. السودان أعباء ومخاطر. ويواصل الأستاذ عبد القادر محمد علي قوله: يعد موقف السودان حساسا للغاية تجاه ما يجري في الجارة إثيوبيا، فقد شهدت تدفق الآلاف من اللاجئين الفارين من أوار الصراع هناك، وقدر عدد اللاجئين بنحو 50,000، كما توقعت مؤسسات أممية أن تبلغ الأرقام 100,000 في الأشهر الستة القادمة حال استمرار النزاع، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على السودان الذي يئن من تردي الأوضاع الاقتصادية وكارثة الفيضانات التي اجتاحته الصيف الماضي، بجانب الخلاف على إجراءات ملء سد النهضة الذي تمثل في انسحاب وزير الري السوداني من اجتماع ثلاثي بخصوص السد واعتراضه على الطريقة التي تمت بها. تمثل منطقة الفشقة السودانية التي تحتلها إثيوبيا مصدرا آخر لمخاوف السودان من تطورات الأوضاع في إثيوبيا، حيث يعتقد الأمهرة الحليف السياسي والعسكري الرئيسي لأبي أحمد أن هذه الأراضي تتبع تاريخيا لإقليمهم، ويصر القوميون منهم على استمرار السيطرة الإثيوبية عليها، وهو ما يمثل مصدر تعقيد لهذا الملف في حال انتصار أبي أحمد وحلفائه من الأمهرة في الحرب الحالية. وقد كان ملاحظا دخول القوات السودانية إلى مثلث الفشقة وبسط سيطرتها على أجزاء منه الأسبوع الماضي، حيث أشار مراقبون إلى أن هذا التدخل قد يكون رسالة إلى أديس أبابا تضاف إلى المناورتين اللتين شارك فيهما الجيش السوداني نسور النيل مع الجيش المصري وسيف العرب مع مجموعة من الجيوش في مصر المنافس الأبرز لإثيوبيا. وفشل الطرفين في حل المسائل العالقة بينهما قد يؤدي إلى انزلاق البلدين إلى حروب بينهما،
خاصة أنها كانت مشتعلة في تسعينات القرن الماضي. هذه إذاعة إرنا. الصومال الهش تزداد مخاوفه. ويواصل الأستاذ عبد القادر محمد علي القول: يعاني الصومال من الحرب الأهلية المدمرة منذ عام 1990، فبالإضافة إلى وجود 15,000 جندي إثيوبي داخل البلاد بترتيبات ثنائية مع مقديشو، وأن القوات الإثيوبية المقدرة ب4,000 جندي تمثل العمود الفقري لقوة حفظ السلام الأفريقية في الصومال الآميسوم. وتتركز مخاوف الصومال في حال استمرار النزاع في إثيوبيا في اضطرار أديس أبابا إلى سحب قواتها. وأوردت وكالة بلومبرغ نبأ عن سحب الأخيرة 3,000 جندي مع احتدام المعارك في إقليم تيغراي. تزداد هذه المخاوف مع سحب الولايات المتحدة الأمريكية للجزء الأعظم من قواتها، وسحب الاتحاد الأفريقي المتوقع لقواته في فبراير المقبل، مما قد يخلق فراغا أمنيا في البلاد المقبلة على انتخابات حاسمة مطلع العام القادم تتمدد فيه جماعة الشباب المجاهدين الإرهابية التي ازداد نشاطها في الأيام المنصرمة، مما يزيد من مخاوف الرئيس الصومالي من فقدان دعم حليف قوي كرئيس الوزراء الإثيوبي في حال انشغاله بمعالجة الأوضاع في بيته الداخلي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أما عن جيبوتي فيقول الأستاذ عبد القادر محمد علي أن الاقتصاد يمثل الركن الأساسي لاهتمامها، حيث ترقب جيبوتي تطورات الأحداث بكثير من القلق، فقد بنت في العقدين الأخيرين علاقات متينة مع أديس أبابا مستغلة صراعها مع أسمرة الذي حال بين إثيوبيا والاستفادة من الموانئ الإريترية. اعتمدت إثيوبيا بشكل كبير على الموانئ الجيبوتية، حيث تعد المنفذ لأكثر من 95% من التجارة الإثيوبية. وقد شيدت الصين واحدا من أكبر المشاريع البنية التحتية الأفريقية المتمثل في خط السكة الحديدية الرابط بين أديس أبابا وجيبوتي لخدمة المصلحة التجارية للبلدين. كما كان من المفترض أن تستضيف جيبوتي مركز البحرية الإثيوبية بعد اتفاق أديس أبابا وباريس على مساعدة فرنسا لإثيوبيا في بناء اسطولها البحري الذي ستكون مقر قيادته في مدينة بحردار في إقليم الأمهرة. وهذا ما دفع جيبوتي إلى اتخاذ موقف واضح بجانب السلطة المركزية في الصراع الدائر الآن. ونتيجة لكل ما ذكر فقد تكون جيبوتي أكبر الخاسرين في حال تمدد الصراع وتحوله إلى حرب أهلية في الداخل الإثيوبي. كما أن هذا الصراع يهدد بموجات بشرية كبيرة من المهاجرين. إثيوبيا وحدها تقارب 110 ملايين من السكان، سواء باتجاه الجزيرة العربية أو أوروبا عبر السودان وليبيا، بجانب ازدهار الأنشطة الإجرامية النشطة في المنطقة كتهريب السلاح والبشر والمخدرات، بالإضافة إلى مخاطر تمدد الجماعات الإرهابية النشطة في الصومال إلى دول الجوار. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات مستمعي الكرام إلى تقرير تحت عنوان كيف يؤثر الصراع في إثيوبيا على القرن الأفريقي، وهو للأستاذ والباحث عبد القادر محمد علي نقلا عن TRT العربية، وقدمناه لكم في الجزء الثاني من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. وبهذا القدر نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. وقبل الختام أقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. السلطات الإثيوبية تمنع إريتريين من تأشيرات المغادرة بعد انتهاء إجراءات توطينهم. تفيد مصادر لإذاعة أرينا بأن سلطات الهجرة في إثيوبيا منعت العشرات من الإريتريين الذين أنهوا إجراءات سفرهم للتوطين في كندا ودول أخرى من تأشيرة الخروج، وأغلب هؤلاء هم من الذين أنهوا إجراءات توطينهم في كندا ودول أخرى عبر منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى آخرين أكملوا إجراءات سفرهم بدعم من أسرهم في الخارج. تقارير تشير إلى عجز القوات الإثيوبية عن التحرك بسلام في إقليم تيغراي. أكدت تقارير من داخل إقليم تيغراي بأن قوات الجيش الإثيوبي تواجه صعوبات كبيرة في التحرك داخل الإقليم، خاصة من الغرب إلى الشرق. وأكدت المصادر بأن وحدات الجيش الإثيوبي تتخوف من هجمات مباغتة في حال مغادرة الشري أو شراره في اتجاه مقالة والمناطق الأخرى في الشرق والشمال. فوز الرئيس الغاني بدورة رئاسية ثانية. أظهرت نتائج الانتخابات الغانية يوم الأربعاء
الماضي فوز الرئيس الغاني نانا أوكوفو آدو بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على 51.59% من الأصوات، متفوقا على سلفه وخصمه القديم جون مهاما. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا. لكم تحياتي محدثكم فتحي عثمان، وأتقبل كذلك تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إيرينا.